طبعا احنا كحراس مرمى من اصعب الكور اللي بتجيلنا في المباراة او في التمرين الكور الارضية، نظرا بقى لسوء الارضية او مستوى الكورة والحاجات دي كلها. ودايما الخطأ الاكبر والاول والاخير بيكون انا السبب. ايد بتسبق ايد. طب ليه؟ دايما حارس المرمى بيحط ايده الاتنين قدام صدره، واللي ايده الاتنين بيطلعوا من قدام صدره بشكل متوازن وبشكل مستقيم. لو طلعت ايد قبل ايد هتلاقي الكرة خبطت في ايدك او عملت بند من فوقك وعدت منك، وهتسبب لك مشاكل كبيرة جدا. الكرة لو وقعت منك وانت واقف هتعرف تسيطر عليها، انما وانت نايم بالشكل ده مش هتعرف تسيطر عليها خالص، وهتقع منك وتسبب لك مشاكل كبيرة جدا. فخلي بالك وايدك الاتنين يطلعوا من قدام صدرك وقصاد بعض عشان تعرف تمسك الكرة كويس. وتحاول بعد ما تلقط الكرة كده وتتملك منها ترفعها عن الأرض، عشان انت مش ضامن الأرضية فيها ايه.